استهل المنتخب الوطني الجزائري المحلي مشاركته في كأس أفريقيا للاعبين المحليين بفوز كبير أمام نظيره الأوغندي بثلاثية كاملة دون مقابل. اللاعب أيوب غزالة افتتح باب التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 36 مهديا بذلك التقدم بهدف ل0 للجزائريين خلال الشوط الأول. وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب مزيان الهدف الثاني في الدقيقة 76 ثم ختمها اللاعب سفيان بيزيد بالهدف الثالث في الدقيقة 79. المنتخب الوطني الجزائري حصل على 3 نقاط ثمينة تصدر بفضلها المجموعة الثالثة رفقة منتخب غينيا. الفائز هو الآخر على منتخب النيجر بهدف دون مقابل.